بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله هنشرح النهاردة طريقة تغيير لون البوابة. طريقة تغيير لون البوابة الحديد، زي ما انتم شايفين كده البوابة كانت مدهونة معانا قبل كده. طبعا البوابة المدهونة قبل كده ممكن ما تحتاجش برايمر معانا، فبنبدأ بقى المراحل بتاعتنا على طول. إنما لو هي جديدة ممكن تاخد برايمر الأول أو فيلر. أول مرحلة بنبدأ نمشي صنفرة بقى على الحديد كله زي ما انتم شايفين كده، بحيث برضه ننزل أي رايش أو ترابة. بعد كده بقى بنجيب مقشة ونبدأ بقى ننضف الترابة من البوابة كلها عشان نشتغل على النظافة. عشان الترابة ما تعملش عازل للدهان. ونبدأ بقى ندرب اللون بتاعنا، اللون اللي انت عايزه، وتبدأ بقى تشتغل بفرشة بوصة أو بوصة ونص أو اتنين، ممكن تمشي معاك برضه. وتبدأ بقى تشتغل مع البوابة كده وتلف مع الحديد بتاعها، تشتغل اللون اللي انت عايزه على طول. طبعا زي ما قلنا لو هي عايزة برايمر في الأول بنديها برايمر، إنما لو هي مدينة قبل كده وتغير لونها بس وما فيهاش حاجة مصدية، ممكن تغير لونك على طول. ومش لازم مطفي، ممكن تشتغل لون مباشر على طول. ممكن يغطي معاك من وش واحد أو اتنين، بس غالبا بيغطي من وش واحد يعني. زي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل وبسيط، وشخص ممكن يعمله. تطلع كده في الآخر زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلنا عايز تغير لونك براحتك انت، عايز تدخل لونين برضو زي ما تحب. طبعا هي غطت معانا من وش واحد. زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. كان معكم حسام القصاص من قناة ادهم بيتك بنفسك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.